لولا انت بتنامي على الكرسي يا لولا وانت قاعده؟ تقومي نامي يلا على السرير عشان تصحي بدري. هاتي يا لولا الريموت، هاتي الريموت، هاتي قومي يلا نامي. لا يا لولا انا ما قلتلكيش على لولا فاني، بس انا قلتلك من بعد الساعه 7 ما فيش اي فرجه لولا، لازم تقومي تنامي بدري عشان تروحي المدرسه بدري عشان تبقي مستوعبه الحصص بتاعتك. انت بتهزي ليه يا مامتي؟ لا ده انت اللي بتهزي عشان انت عايزه تنامي ومش قادره، عماله تقومي لابسه لي النضاره. انت بتلبسي النضاره بتاعتي ليه؟ هاتي النضاره عشان اشوف انت ما انت بتلبسيها. هاتي النضاره يا لولا، انا بلبسها وانا بتفرج على التلفزيون، انت بتلبسيها ليه؟ على التلفزيون. قومي يا لولا عشان تنامي. لا انت عادي. بصي يا مامتي طب هفرق. طب بصي فاضل شويه الفيلم يخلص. فاضل نص ساعه. نص ساعة؟ يعني انت الساعة دلوقتي بقت 7:30 تتفرجي كمان نص ساعة تنامي الساعة 8؟ تصحي امتى بقى المدرسة ان شاء الله؟ يعني انا المفروض انام امتى؟ المفروض تنامي من 6 ساعات ل 8 ساعات عشان تنامي نوم كويس. انام كويس؟ نوم كويس، لازم تنامي من 6 ساعات ل 8 على الأقل. انا مع الاقل ولا انام على السرير؟ انت تقولي كلام غريب قوي. انا اللي بقول كلام غريب؟ انا بقول لك على الأقل في العدد الساعات، مش على الأقل على السرير. هي مامتي بصي، وانا كنت في المدرسه امبارح كنت نمت شويه، برضه جاتني شويه انا كنت وصحتني، كنت انا وابراهيم واحمد ومحمد وشهد ومعاذ. مامتي عارفه بيت النور خالد صاحبتي كانت نايمه برضه، سبتهم كلهم نايمين وكنت قاعد في اللولي. الفصل كله كان نايم والمس بتشرح وانتوا اللي زعلانين؟ يعني انا قاعد في اللولي بس. بصي يا لولا عشان انتوا ما بتناموش بدري، عشان بتقعدوا كلكم اللي تتفرج على لولا فاني واللي تتفرج على توم وجيري واللي تتفرج، انتوا ما بتناموش بدري. المفروض ان كل الاطفال دي تنام بدري عشان تروح المدرسه مستوعبه الحصص بتاعتها. ايه؟ ايوه مستوعبه؟ مستوعبه الحصص بتاعتها. انا بصي انا طالعه انا قدام التلفزيون. بصي يا مامتي انا جبت البطانيه الدفايه وانام هنا قدام التلفزيون. ما ينفعش تنامي قدام التلفزيون. ليه يا مامتي؟ عشان مش هتعرفي تنامي نوم كويس يا لولا. النوم الكويس ده بيخليكي تعيشي كتير وينعش الذاكره عندك يا لولا. ينعش الذاكره؟ تقولي كلام غير منطقي. ليه؟ ليه؟ انت بتقولي الزرع ينعش عشان ينتعش كده بالله. يعني انا انتعش زي الزرع، يعني وانا نايمه تروحي حتى في قلب ودني وقلب عيوني. تحطي فيهم ميه وما انتعش، تجرأي السرير عشان انتعش. انا مش مين دي يا لولا اللي هتغرق السرير عشان تنتعش؟ انا بقول لك نامي نوم صحي عشان تقومي الذاكره عندك وتبقي نايمه نوم صحي. بس يا لولا الزرع بينتعش بالميه، يعني انت ترشي. برافو عليك يا لولا. والعقل بقى ومخ لولا ينتعش بالنوم. كل ما تنامي نوم كتير يا لولا تقومي الذاكره عندك حلوه، مش منتعشه، مش ميه بتسقيها على السرير تغرقي نفسك. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت بتقولي. لا انا ما قلتش كده. لا انا بقول لك تقومي يا حبيبتي منتعشه، يعني تقومي كده مستوعبه كل حاجه لما تروحي المدرسه. يا انتي بصي قومي يا لولا نامي بدري عشان تشبعي من النوم. اشبع من النوم؟ ليه تأكليني ولا تأكليني؟ اشبع من النوم؟ هو انا ممكن سندوتش هشبع منه؟ انا ما اشبعش غير من الاكل. تجري سندوتشات وجري حلويات وجري عصير، غير كده مش هشبع ولا عمري هشبع. طب برافو عليكي ان انت وصلتي لكده. يعني انت لما تبصي اسمعي يا لولا اللي اقوله لك، بس انت وصلتي انك انت لما بتشبعي بتبقي مبسوطه لما بتاكلي، صح؟ برضو لما بتنامي المخ عندك بيصحى مبسوط شبعان بقى نوم، تروحي ما تناميش في الفصل وتستوعبي الحصص بتاعتك. خلاص عرفنا
تضحكي على مين يا لولو؟ على مخي. هو مش هيعرف ان انا نمت، هو جوه. لا انت لما تنامي على السرير وتستريحي كده انت هتنامي، مش حاجه اسمها انك انت تضحكي على مخك، مفيش الكلام ده يا لولو. انت مين قالك ممكن يكون فيه؟ لا مفيش يا لولا، انا عارفه. هي انت بتنامي اصلا عشان تبقي تقومي الصبح كده كويسه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ما انا بص يا مامتي، هو يعني انا ما بنام في الفصل، بنام عشان انا ما نمش كويس في البيت. اه طبعا، ما انت ما خدتيش راحتك من النوم لانك قاعده تتفرجي على التلفزيون. بصي الساعه بقت 8 وانت عماله تتفرجي لي على توم وجيري، تقولي لي لسه كمان نص ساعه يا ماما. شفت يا ماما توم وجيري وهو بيجري ورا القطه، راح بيجري وراح خبط في قلب الشجره خليته واحد بيعملوا منقارض في بعض رهيبه. عارف انت عايزه منقارض؟ يا فندم بيحط منقارض في بعض، فوق الصغير وفرق بني والقطه زي ده يا ماما. شفت انت ماشي شفت، يعني انت اتفرجتي اهو. كنا 6 حلقات. انت اخدت التلفزيون ليه؟ 6 حلقات والساعه 8، يعني تنامي انت بقى الساعه 10 11 ليه يا ماما؟ وتروحي المدرسه مش مستوعبه حاجه، ومس منى تضربك وتضرب زمايلك. لا هي كده عدوانيه قوي، هي بتضربني من لا. غير ما نعملش حاجه. لا مس منى ما بتضربش من غير ما تعمليش حاجه، انت كلك غلط يا لولا، انت كلك غلط. هو النوم في الفصل صح، وكل زمايلك اللي بيناموا معاكي في الحصص دول لما يجوا في الامتحانات مش هيفهموا حاجه لان ما فهموش مس منى. يعني يا مامتي سيلا ورقية اصحابي، سيلا ورقية ما انت اخوات. يعني سيلا ورقية لو ميس منى قعدت لهم شن يمين، هما كانوا نايمين، كانوا سايحين في البيت وراحوا البيت، راحوا المدرسة ناموا، بس هما كانوا سايحين. هم كانوا لا هم سهروا زيك كده وقعدوا يتفرجوا على فيلم ورا فيلم ورا فيلم. طبعا ما قدروش يناموا خالص، يعني ما عرفوش يناموا، راحوا في المدرسه كملوا نوم. والمدرسه مش مكان للنوم، المدرسه مكان تستوعبي فيه الدروس بتاعتك يا لولا. بصي انت عماله تنامي وانا بكلمك. عمري ما تنامي ايه؟ ما انا داخله لك اصلا وانت لابسه النضاره وبتقاومي عشان تتفرجي على توم وجيري. بالك بتقاوم دول بيروحوا الجنه، يعني انا لازم اقاوم كل حاجتي. جنه ايه اللي انت هتروحيه؟ بيقاوم يا مامتي، بيروح ياكل جنه لامي. قومي يا لولا، مش هو انت نومي. اوعي تنامي مكانك تاني. والمره دي انا عماله بص انا بكلمك وبفهمك اهو، عشان النوم كل ما تنامي هو بيبقى ليكي احسن في الذاكره واحسن ليكي في اعصابك، وتروحي شبعانه نوم تروحي تستوعبي، وانت مش قادره تستوعبي كل اللي انا بقوله. خلاص يا مامتي كل ما تقولي ده زي شويه تقعد تقول خلاص يا مامتي انا هقوم انام. احسن برضو. يلا قومي نامي عشان تروحي دروسك الصبح، ما تناميش في حصه مس منى ولا مس اياد. بصوا يا اصحابي انا اخد وقت عشان انام، عشان مامتي عماله تقولي خد نام وكشف زقع، كل تشوف نامه صح وتيجي تزقع عليها. فهي تقريبا مامتي صح تقريبا. لا اكيد ماما صح. اكيد مامتي صح. اللئيمه واقفه سمعاني. خشوا على طول تروحوا تناموا عشان تصحي الصبح تروحوا المدرسه، ما تناموش في المدرسه ومش منى تضربكم وتبقى منتعش الذاكره زي مامتي ما بتقول، وتبقوا حلوين قوي. برافو يا لولا.